الكوكاكولا الحلال، كوكاكولا الحلالة اهي، كوكاكولا الحلالة اهي. شركة كوكاكولا الراعي الجديد لنادي الزمالك. انت عارف لما هتيجي تتكلم زملكاوي دلوقتي هيقول لك ان كوكاكولا دي مش مقاطعة اصلا. تخيل بقى معايا كده الفاجر كان بيحاسبني على اني متعاقد مع شركه كوكاكولا وانا كنت متعاقد معاه قبل الاحداث اصلا، انما هو دلوقتي بيتعاقد معاه في وسط الاحداث وثلاث سنين. هل انت بقى دلوقتي هتطلع راجل وتقول نفس الكلام على فريقك اللي كنت بتقوله عليا؟ مع ان الظروف مختلفه، انا كنت متعاقد معاه من قبل الاحداث بكتير جدا، انت متعاقد معاه النهارده يا حبيب قلبك. انت عارف انا اللي مضايقني ايه؟ ان هم طول عمرهم بيقولوا على نفسهم ان هم نادي الوطنيه والكرامه، ويوم ما طلعوا اتكلموا على الاهلي لما اتعاقد مع شركه كوكاكولا قال لك ده الفرق بين نادي بينتمي للي ما يتسموش ونادي الوطنيه والكرامه. انا حابب اقول لك يا حبيبي ان الوطنيه ديت في الوقت ده تبقى والدتك، والكرامه دي تقريبا عمتها. اقسم بالله انا ما شفت احقر من نادي على وجه الارض زي نادي الزمالك. بص انا مش ببررك ان الاهلي عمله، اي نعم الاهلي ايوه متعاقد قبل الاحداث وكل حاجه، بس الاهلي غلطان عشان ما فسخش التعاقد بينهم حتى لو الشرط الجزائي اضعاف اللي هم تعاقدوا بيه اصلا. ولكن انا بتكلم